الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا وقبل كل شيء تقدم بالشكر للصحافة المحلية ولكل من حضر الدورة التاسعة للأسبوع الوطني للجودة التي تم تنظيمها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 بمقر ملحقات الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات تحت شعار الجودة أي استراتيجيات رابحة لمقاولة الغد. هذا التنظيم لهذا اليوم الإعلامي يأتي في إطار الأسبوع الوطني للجودة التي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي سنويا بشراكة مع الاتحاد المغربي للجودة والمنظمات الشركة في عدة مدن من المملكة المغربية، وهو حدث وطني للتواصل حول الجودة يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسيس الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بأهمية تدبير الجودة وحث المقاولات على تبني مفهومها ضمن استراتيجياتها للنمو في سياق دولي يتسم بعولمة المبادلات واحتدام المنافسة. وما تنظيم هذا الأسبوع الوطني الذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إلا مناسبة لتجديد تأكيد الوزارة وعزمها على مواصلة الجهود من أجل تحسيس بمختلف جوانب الجودة وتعميم استعمال مفاهيمها حتى تصبح مكونا من مكونات استراتيجيات تنمية المقاولة. على المستوى المحلي قامت اللجنة المحلية للجودة بالإعداد لهذا اليوم، وقد كان فعلا يوما ناجحا والحمد لله، حيث حضره أكثر من 261 مشارك، وتخلل هذا اليوم نقاش حول مراقبة الجودة، حول أهمية الجودة. وبالتالي قامت المندوبية بإعداد ملف خاص بالاستراتيجية الخاصة بالجودة، وتم توزيعه على مختلف المشاركين، حيث كان هذا اليوم فعلا مناسبة للتواصل مع التجار لإعطائهم توضيحات حول مسطرة مراقبة جودة المنتوجات الصناعية، وذلك من أجل حماية المستهلك والمستعمل المحلي، لا سيما أننا الآن أصبحنا في ظل انفتاح الأسواق الخارجية، وكذلك إضافة إلى وجود بعض المنتوجات التي تسبب ضررا عند استعمالها للمستعمل. وبالتالي حاولنا أن نوضح للتجار أن المراقبة لها أهمية كبرى لحماية المستعمل والمستهلك من كل ضرر قد يصيبه لا قدر الله.